خلينا نقول ان انت توفقت الحمد لله وجات لك اول شغلانه في بريطانيا، وجيت هنا وقبضت اول مرتب شهر او شهرين، وجبت اكتر حاجه انت نفسك فيها اللي في الغالب بناء على اللي انا بشوفه هتبقى عربيه، وفي الغالب العربيه دي هتبقى عربيه الماني. فابتديت تفكر بقى زي ما كل الناس بتفكر بعد ما بتيجي هنا وبتجيب اول حاجه هي نفسها تجيبها، ازاي ابتدي استثمر فلوسي، او ايه الطريقه الاسلم والانسب ان انا استثمر فلوسي، بحيث ان انا اضمن ان الفتره اللي انا قاعدها سواء طولت او قلت انا عملت احسن ادخار للمرتب اللي بيجي لي بعد ما صرفت الحاجات الاساسيه، وفي نفس الوقت الفلوس دي قيمتها ما قلتش بمرور الوقت. طبعا اول ما جيت هنا واول ما هتسال السؤال ده هتلاقي ان في اوبشنز كتير قوي بتترمى قصادك، وانت يعني فاهم لا حول بك ولا قوه، مش فاهم اي حاجه. حاجات من ضمن من ضمن الحاجات اللي انا سمعتها اول ما جيت هنا كان مثلا الستوكس اند شيرز، كانت الجوفرمنت بونز، الكوربريت بونز، الكريبتو، طبعا الواتشز، في ناس بتستثمر في ساعات، ريل استيت، يعني حاجات كتير قوي، كلام كتير قوي بيترمى قصادك. وافتكر ان حاجه من ضمن الحاجات اللي خلتني انسبايرد قوي كده اول ما شفتها، ان انا طول عمري بفكر ان انا نفسي افهم الكريبتو ده ايه نظامه والدنيا ماشيه ازاي، وازاي الناس بتعمل فلوس خزعبليه منه وكل الكلام ده. فلحد ما مره كنت في لندن ولقيت باص معدي، الباص مكتوب عليه كريبتو كبير قوي كده، وبعد كده مكتوب ايه الاعلان بتاعه، مكتوب ايه if you've seen it on a bus you know it's time to get in. فاللي هو ايه ده يعني الناس بتتكلم في الكلام ده عادي، والكلام ده معروف، وانا ممكن ابتدي بقى في الحاجات دي. خلينا نقول ان في الاول انت ما بتبقاش فاهم جزء كبير قوي من القوانين اللي ماشيه بيها البلد هنا، فانت مش فاهم ايه اللي ليك وايه اللي عليك، ايه اللي ينفع ان انت تستثمر فيه من غير ما يبقى فيه ريسك عالي قوي، والريسك العالي بيبقى فين، وهل الكابيتال اللي معاك اللي هو عباره عن مرتبك اللي بيجي لك كل شهر كافي بان انت تدخل في الحاجات اللي انت بتفكر فيها، ولا في حاجات تانية هتبقى انسب بالنسبه لك. ف without further ado خلينا نقول ان ده جايد او دليل مبدئي بدائي جدا لحد لسه جاي انجلترا، لسه جاي بريطانيا وبيفكر ان انا ابتدي ازاي احوش الفلوس واستثمرها. خليني اقول برضو في البدايه ان فكره الفيديو ده مستوحاه من conversation حصلت بجد من كام اسبوع. كنت قاعد انا وزمايلي اللي هم جايين من بلاد مختلفة، وكان عندنا دقيقتين فاضيين، فاتفتح موضوع الاستثمار والناس بتحط فلوسها في ايه وكلام زي كده. طبعا كل الناس عندها افكار مختلفه، وفي ناس فاهمه بقى في الموضوع ده، خصوصا الناس اللي هم بيبقوا second generations، اللي هو بيبقى اتولد واتربى هنا لكن هو اصلا من بلد تانية، لكن هو حياته كلها في انجلترا هنا. فالناس دي تبقى فاهمه الدنيا ماشيه ازاي اكتر مننا بكتير، الوافدين الجدد يعني. فبعد ما الكونفرسيشن دي خلصت لقيت واحد زميلي بيكلمني مصري بيقول لي احمد انا انتوا عمالين تتكلموا في حاجات انا مش فاهم اي حاجه، وانا نفسي افهم الدنيا ماشيه ازاي. فيعني انت مش فاهم لما حد يرمي لك كلمه كده وتفتكر ايه ده انا كنت كده بالظبط من سنه ونص سنتين. وبعد كده يعني فاهم ابتديت اقرا وابتديت افهم وابتديت اسال، فخدت فكره مبدئيه كده وابتديت اخد خطوات فعلا في قصه الاستثمار. بس خليني اقول لك مبدئيا كده ان انا I'm not your financial advisor، يعني انا مش المستشار الفاينانشال او المستشار المالي بتاعك. خلاص، الحاجات اللي انا هقولها دي حاجات انا فهمتها بناء على اجتهادي وقراياتي وتجربتي، وده اللي انا هشاره معاك، لكن في الاول وفي الاخر القرار ليك، انت اللي هتعمل الصح ليك. without further ado خلينا نبتدي. انا احمد عباس، جي بي تريني هنا في بريطانيا، وبشير فيديوهات بشير فيها الفلوجز بتاعتي او الحاجات اللي انا بعملها هنا في انجلترا، الاماكن اللي بزورها، وطبعا بشير برضو المعلومات اللي انا بكتسبها زي الفيديو ده. طيب الفيديو ده هنقسمه اجزاء. اول جزء ايه الفلسفة او الهدف من الاستثمار، ليه احنا عايزين نستثمر فلوسنا. تاني حاجة هنتكلم على الستوكس اند شيرز، الأسهم والسندات، لأن ده الثيم الأساسي بتاع الفيديو ده. والحاجة التالتة هنتكلم في المخاوف اللي بتبقى عند الناس لما بتيجي تتكلم على البورصة أو بنتكلم على الستوكس اند شيرز وكل الحاجات دي، وهندرس القصة دي. فأنت فيل فري إن أنت تسكيب للبارت اللي أنت محتاجه، لكن لو أنت جديد لسه في البلد يعني أتمنى إن أنت يبقى عندك صبر إن أنت تسمع الفيديو كله، لأن الفيديو ده هبني عليه فيديوهات جاية كمان. زي ما قلت السندات أو الشيرز والستوكس مش هي الحاجة الوحيدة اللي أنت ممكن تستثمر فيها، لكن هي من الحاجات اللي أنا شايف
شايف ان هي حاجة اساسية لازم تبتدي تفهم عنها وتشوف اذا كنت انت عندك استعداد تدخل في قصة زي كده ولا لا الموضوع ده مش بتاعك. اول حاجة عايزين نتكلم عليها زي ما قلنا الغرض من الاستثمار او ليه احنا بنستثمر فلوسنا، واجابة السؤال ده بسيطة جدا في كلمة واحدة، هي الانفليشن او التضخم. معنى كلمة التضخم ان هو بمرور الوقت انت لو عندك مثلا خلينا نقول معاك 1000 استرليني دلوقتي، ال1000 استرليني دلوقتي ممكن تنزل بيهم تجيب ماك بوك جديد، تمام؟ لكن كمان 5 سنين هتضطر تزود عليهم علشان تجيب نفس الموديل بتاع الماك بوك في السنة الجديدة بتاعته. ليه؟ لان الفلوس بالوقت قيمتها بتقل علشان الانفليشن بتاعك. فلو رسمنا كده ادي دي الفلوس وده الوقت بالسنين طبعا، فانت $1000 بتاعتك مثلا او ال1000 استرليني بتوعك هنا، تمام؟ جابوا لك الماك بوك بتاعك بالوقت هتلاقي ان ده معدل خسارتك للفلوس، لان ال1000 استرليني دول لو حطيتهم تحت المرتبة زي ما بيقولوا هتفضل زي ما هي، لكن قيمتها بتقل. قيمتها دي بيفسرها الانفليشن. يبقى الغرض من الاستثمار زي ما احنا هنشوف ان احنا عايزين الفلوس بتاعتنا قيمتها تزيد بالوقت علشان على اقل تقدير تغطي الانفليشن ده ان ما كانش تزيد عنه، علشان يبقى فيه بروفيت بجد او يبقى فلوسك قيمتها زادت. فده الفكرة المبسطة للغرض من الاستثمار. طيب الانفليشن ده بنتكلم في حدود تقريبا بيبقى من 2 ل 2.5% كل سنة. طبعا ده معدل تقريبي، يعني مش شرط تبقى بالظبط من 2 ل 2.5، لكن هنقول ان هي دي معدل فقدان الفلوس لقيمتها كل سنة. فانت عايز حاجة تعدي الرقم ده او البرسنتج دي او على الاقل توازيها عشان تفضل محافظ على فلوسك. سيفرز اكاونت اللي هي حسابات التوفير عمرها ما هتديك النسبة دي، فحتى لو حطيت فلوسك في سيفرز اكاونت تبع البنك بتاعك او اي بنك تاني هتلاقي ان بالوقت قيمة فلوسك بتقل. taken into consideration كمان ان انت بيبقى فيه فيز بتدفعها على السيفرز اكاونت بتاعك، سواء maintenance او administration fees او whatever، تحت اي مسمى بيبقى فيه فيز بتدفعها. ففي الغالب ان انت فلوسك تحافظ على قيمتها في السيفرز اكاونت ما بتبقاش مجدية جدا لان انت تحط فلوسك في حاجة زي كده. طيب فهمنا ليه احنا عايزين نعمل استثمار وايه الغرض منه. هنتكلم دلوقتي عن الحاجة الاساسية او الثيم الاساسي بتاع الفيديو ده اللي هو الاسهم والسندات. مبدئيا نبتدي نتكلم ايه الفرق ما بين الشير، ما بين السهم وما بين البوند اللي هو السند. والتعريف البسيط اللي انا هطلعه على الشاشة دلوقتي ان الشير هو ان انت بتشتري جزء من الشركة، تمام؟ فبنكسب مع بعض وبنخسر مع بعض، على عكس السند اللي هو البوند انت بتسلف الشركة دي. فده الفرق ما بينهم. هيستوريكلي خلاص الريسك بيبقى اكتر لما بتشتري شيرز، لان البوندز المفروض ان هي بتبقى ستيبل او بتبقى الريسك اللي فيها اقل بكتير من الشير. لكن انا شخصيا انا هشير حاجه بيرسونال وانت فكر فيها براحتك، يعني عجبك الموضوع عجبك ما عجبكش انت حر. زي ما اتفقنا من الاول انا مش يور فاينانشال ادفايزر. انا بالنسبه لي لما قريت تعريف السند او البوند ان انت بتسلف الشركة حاجة وبعد كده بتسترد الفلوس دي بزيادة عليها، حسيت ان هو ده definition of الربا، يعني انت فاهم قصدي. فعكس الشير بالنسبة لي اللي هو انت ايه، انا بشتري جزء من البيزنس بتاعك، كسبنا مع بعض، خسرنا مع بعض، فالخسارة والربح علينا احنا الاتنين.
فانا بالنسبه لي الشيرز هي اللي انا بستثمر فيها. طبعا انا متخيل ان في واحد هيطلع يقول لي ده حرام وده حرام. بص، كل واحد ليه اجتهاده، عجبك الكلام كان بها، ما عجبكش عادي. انا I'm not judging you، وانت I hope ان انت you're not judging me. مش عاجبك الكلام كله على بعضيه، في فيديوهات تانية ممكن تتفرج عليها هتبقى افيد ليك وافيد لوقتك من ان انت تكمل الفيديو ده. لكن لو انت معايا لحد كده وعايزين نفهم ايه الشيرز والبونز دي، خلينا نتكلم بقى. الفكره ان انت مثلا بتروح شركه كبيره، مثلا زي مثلا خلينا نقول مثلا الشركات زي ابل مثلا، زي امازون، زي مثلا في انجلترا هنا عندك بي تي، عندك شل، كل الشركات الكبيره دي، تمام. وبتروح تشتري منها سهم او جزء من سهم على حسب بقى انت قدرتك قد ايه، بنكسب مع بعض او بنخسر مع بعض. لكن السؤال ان انت يعني الفكره ان انت ما ينفعش تروح لشركه من الشركات دي تقول لهم لو سمحتوا يا جماعه انا عايز اشتري سهم من عندكم. الدنيا ما بتمشيش كده. الدنيا بتمشي ان انت بتروح لحد اسمه البروكر، وده ما اعرفش اسمه بالعربي ايه الصراحه يعني، بس خلينا نقول ان هو الوسيط او الميدل مان، خلاص. والبروكر ده هو اللي بيبقى نائب عنك، بيشتري لك الايه الاسهم اللي انت عايزها مقابل فيه، لان هو طبعا لازم يكسب بما ان هو ميدل مان يعني. فالفي دي خلاص من ضمن الحاجات برضو اللي بتحدد اني بروكر احنا هنروح معاه، وهنتكلم عن القصه دي قدام يعني. والبروكر ده هو اللي بيبتدي يشتري لك الاسهم اللي احنا بنتكلم عليها دي. طيب، جيت انت اشتريت الاسهم او السندات اللي احنا بنتكلم عليها، بتكسب ازاي؟ بتكسب بحاجه من اتنين. خلينا نقول ان انت رحت اشتريت سهم تبع ابل مثلا، تمام. عندك حاجه من اتنين، يا اما البرايس اوف ذا شير بيعلى، يعني انت اشتريت مثلا شركه ابل مثلا قيمتها مثلا يعني 100 مليون دولار، تمام. انت يور هوبينج ان بعد سنتين 3 4 هتبقى بدل ما قيمتها 100 مليون دولار هتبقى قيمتها 150 مليون دولار، تمام. فلو بقى قيمتها كده، ده معناها ان السهم بتاعك اللي انت اشتريته سايب باكس نمبر بقى اكس بلس 2 او بلس 3 على حسب هي قيمتها بقت قد ايه دلوقتي. دي حاجه من ضمن الحاجات اللي انت هتكسب بيها لما تيجي تقرر تبيع السهم ده. طب الحاجه الثانيه حاجه اسمها ديفيدنز. ديفيدنز اي هوب ان انا اعمل السبيلنج بتاعها صح. طيب، والديفيدنز دي معناها ايه؟ معناها ان الشركه بتيجي على انترفلز معينه، 3 شهور 6 شهور 9 شهور، بتفرق من شركه لشركه، ويقولوا احنا مثلا في الربع ده او في النص ده او في الثلث ده عملنا مبلغ مثلا مليون، فهنبتدي نوزع المليون ده على الايه الاونرز او الشير هولدرز، اللي هم انت واحد منهم، بما ان انت معاك سهم واحد او معاك شير، خلاص. فبتاخد جزء من المبلغ ده، تمام، بيتحط لك في حسابك. الجزء ده بقى ممكن يطلع 5 دولار 10 دولار 15 دولار 20، انت وظروفك يعني. لكن دي الطريقتين اللي انت ممكن تكسب بيهم من الاسهم والسندات. ازاي بقى اختار الشركة اللي انا متخيل ان هي هتكسب علشان اقلل الريسك بتاعي؟ خلي بالك احنا عايزين مكسب، نعلي المكسب على قد ما نقدر ونقلل الريسك على قد ما نقدر. ازاي بقى نختار الشركة دي؟ في الموضوع ده انا هتكلم او هكوت يعني اللي قاله وارين بافيت، اللي هو الجود فاذر بتاع قصة الكومباوندد انترست او الفايدة المركبة اللي احنا بناخدها. الراجل ده يو كان جوجل هيم يعني. هو يعني عمل ثروة رهيبة جدا لان هو بدأ استثمار من سن صغير جدا. فالناس بتسمع كلامه وهو عنده شركات دلوقتي، ويعني واحد من الناس اللي ليها تقل لما بيجي يتكلم في قصة الانفستمنت دي. فهو قال ان there is no way ان انت تجارنتي ان في شخص او بني ادم معين هيقدر يختار باكيورسي عاليه جدا ايه الشركه اللي انت ممكن تستثمر فيها من غير ما تخسر فلوسك، لان بمنتهى البساطه the market is unpredictable. We haven't the faintest idea what the stock market is going to do when it opens on Monday. We never have had. انت ما تقدرش تتخيل كمان سنة سنتين 3 الماركت هتبقى ظروفه عاملة ازاي، او ان الشركة اللي انت متخيل ان هي بتعمل ارباح خزعبلية دلوقتي هتفضل تعمل الارباح دي.
بعد سنة سنتين 15 سنين، وكلنا شفنا الأزمات الاقتصادية والبنوك اللي بتقع مرة واحدة والبلاد اللي بتقع معاها مرة واحدة. there is no guarantee ان انت تعرف تختار الشركات باكيورسي عالية. طيب يبقى الحل فين بقى؟ الحل في كلمتين، حاجة اسمها الاندكس فند. والفند دي عشان انا ما كنتش بفهم معناها يعني ايه، دي تخيل ان هي اتس باسكت، وعاء، تمام. والاندكس او الانديسز جمعها اللي هي المؤشرات يعني. فالاندكس فند ده هو الحل اللي حتى وارن بافيت نفسه قال عليه ان هو احسن حاجه. ليه بقى؟ لان عندك في الاندكس فند ده بيبقاش شركه واحده وما بيبقاش 10 شركات، بيبقى شركات كتيره جدا. والشركات الكتيره جدا دي بتبقى موجوده كلها في الوعاء او في الباسكت اللي هو اللي اسمه الفند اللي قلنا عليه. ومن اشهر الاوعيه اللي موجوده واللي معروفه حاجه اسمها ال S&P 500 وال FTSE 100. طيب خلينا نقول ايه ده وايه ده. ال S&P 500 ده البورصه بتاعت امريكا من الاخر، اعلى 500 شركه في امريكا، تمام. وهنبص عليها، خلينا نبص عليها على الشاشه دلوقتي. ادي ال S&P 500 اعلى 500 شركه في امريكا. خلي بالك الوقت ده وقت ما نزل الديب الجامد ده كان وقت كوفيد، فاهم، وابتدت تطلع تاني نزلت تاني وبعد كده بتطلع تاني. فالجنرال ترند ان ال S&P 500 بتعلى بالوقت. هل في جارانتي ان هي مش هتقع؟ there's no guarantee انها مش هتقع، لكن at least انت خدت احتياطك. بمعنى ايه؟ بدل ما انت حطيت فلوسك في شركة واحدة او شركتين او 10 بناء على كلام حد قاله لك، لا، ده انت وزعت فلوسك على ال 500 شركة الاعلى 500 شركة في امريكا. في شركات كتيرة قوي انت سمعت عنها، 3M مثلا دي بتعمل حاجات طبية كمان، ابوت فارماسيوتيكال، ادوبي، ADB، فين تاني شركات بقى احنا نعرفها، الفابت دي بتاعت جوجل، امازون، AMD، امريكان اكسبرس. اوكي ما كنتش عارف ان امريكان اكسبرس منهم. في تاني AT&T شركة الاتصالات. غير ان في شركات طبعا انت ما سمعتش عنها هتبقى موجودة في ال S&P 500. طيب خلينا نتكلم بقى على الحاجة التانية اللي بصينا عليها هنا، قلنا ال FTSE 100 وده الايكويفالنت بتاع مش حلو خالص اللي هم عاملينه النهارده. ده الايكويفالنت بتاع ال S&P 500 هنا في انجلترا، واللي هم اعلى 100 شركة في بريطانيا. ايديلي انت تبقى عايز تبقى موزع فلوسك. ليه؟ لان رياليستيكلي سبيكن عشان ال S&P 500 تقع هيبقى يا اما الاقتصاد العالمي وقع، لان الاقتصاد امريكا جزء كبير قوي من الاقتصاد، تمام. فانت عشان ال S&P 500 دي تقع، دي معناها ان الاقتصاد الامريكي وقع كله على بعضيه، او ان في حروب بقى حصلت ومش عارف ايه وكلام زي كده فالدنيا وقعت، او حاجات بقى international affairs او international incidents زي الكوفيد مثلا لما حصل ووقع الدنيا كلها. فايديلي انت تبقى عايز تبقى موزع فلوسك بحيث برضو تبقى يعني خدت احتياطاتك في ان انت حاطط شويه في الاس ام بي 500 وحاطط شويه في الاف تي اس اي. وطبعا لو عايز تحط بقى في حاجات البورصه بتاعت الميدل ايست او الفار ايست وبتاع، بس انا صراحه يعني ما عنديش اكسبيرينس في الحته دي او ما جربتش القصه دي. انا از ماتر اوف فاكت انا ما حطيتش حتى فلوس لسه في الاف تي اس اي، بس ديفنتلي حاجه من ضمن الحاجات اللي انا اي نيد تو لوك انتو. لكن انا ديفنتلي حطيت فلوس في الاس ام بي 500 واي ثينك ان هي اتس ا جود ديسيجن، يعني لان اوفر اول فاليو بتزيد من اول ما عملوا الاس ام بي 500 اللي هو في الثمانينات لحد دلوقتي هي ماشيه في الزياده. فديفنتلي ده بالنسبه لي حاجه هتغطي الانفليشن. طيب السؤال اللي هيطرح نفسه بقى، طيب دلوقتي انا فهمت يعني ايه اندكس فند وفهمت يعني ايه S&P 500 وفهمت يعني ايه FTSE 100، انا دلوقتي عايز اشتري مع الشركات دي او مع الانديسز دي، اعمل ايه؟ البروكرز دي بيختلفوا على حسب الدولة اللي انت فيها، لكن احنا بنتكلم على بريطانيا.
من ضمن الشركات اللي معروفة او الانتيتيز اللي معروفة اللي بتقوم بالقصة دي حاجة اسمها فانجارد، وهحط الويب سايت بتاعهم هنا على الشاشة. في ابلكيشن تانية ممكن تستخدمها اسمها Trading 212. personally انا ما عنديش experience فيها، لكن في ناس كتيرة قوي رشحتها برضو. هي ميزة حلوة قوي ان هي ممكن تديك حاجة اسمها dummy shares، يعني اسهم وهمية. اسهم وهميه دي علشان تدخل بيعملوا سيميوليشن للماركت ماشي ازاي، وانت بتبتدي تستثمر بقى وتشوف عشان تتمرن يعني في حاجه دمي قبل ما تبتدي تستثمر بجد. هرجع تاني واقول لك ان انا بالنسبه لي انا واحد من الناس اللي ما عنديش استعداد ان انا كل شويه افتح الابلكيشن ويا ترى الماركت عمل ايه النهارده ويا ترى الماركت عمل ايه بكره وكل الكلام ده. انا عايز يا عم احط فلوسي في حته اعرف ان الفلوس باذن الله هتحافظ على قيمتها او على الاقل مش هتقل، وفي نفس الوقت من غير ما يبقى عندي اوبسيشن هو الماركت عامل ايه النهارده، هو الماركت عامل ايه بكره، يا نهار ابيض ده في انسيدنت حصل. انا مش عايز القصه دي. فانا ما بستثمرش في شركات بعينها، انا بحط فلوس في اوعيه، والاوعيه دي ماشيه على حسب الاقتصاد بتاع البلد اللي انا بستثمر فيها يعني. طيب، وده يجيبنا للنقطة الثالثة اللي احنا قلنا هنتكلم عليها في الفيديو ده، وهي الفيرز او المخاوف المتعلقة دايما بقصة ان انت تستثمر والبورصة والاسهم والسندات وكل الكلام الكبير ده. واعتقد ان مفيش عيلة في مصر او في الوطن العربي مرت بقصة مأساوية ليها علاقة بالموضوع ده، سواء حد في البيت عندك او حد انت تعرفه او قصة تناقلها صديق عن صديق عن صديق عن واحد كان معاه فلوس كتيرة جدا والفلوس دي حطها في استثمار في حاجة معينة ليها علاقة بالبورصة او بالاسهم او بالكلام ده، وخسر فلوسه كلها وحياته اتحولت. يعني القصص دي كلنا سمعنا عنها. ردي على الموضوع ده ان اي استثمار بيبقى معاه ريسك، اي استثمار لازم هيبقى معاه نوع من انواع المخاطره. احنا دورنا ان احنا نحاول نختار الحاجه اللي مخاطرتها اقل حاجه. فعشان كده دايما انا لما جيت كلمتك قلت لك ان انا يعني ما بستثمرش في شركات معينه، لاني انا I cannot predict، ما اقدرش اتنبأ الماركت هيحصل ازاي، لان ده مش مجال شغلي اصلا، فانا يعني ما افهمش فيه قوي. لكن بستثمر في أوعية بتضم شركات كتيرة قوي، فده بيديها تقل شوية علشان لو في شركة أو شركتين أو 10 وقعوا في شركات تانية بتسندها. وعندي historical data بتقول إن ال S&P 500 مثلا بتقع ساعات، لكن over the years يعني بتسند نفسها وبتقوم وبتعلى وكل حاجة. فالكام نصيحة اللي انا هقولك عليهم، اول حاجة ان انت قبل ما تفكر في قصة الاستثمار دي ما ينفعش يبقى عليك دين. فلو عندك ديون، عندك كريدت كارد لسه ما اتدفعتش، عندك اي حاجة من الحاجات دي، بليز خلص القصة دي الاول قبل ما تفكر في الاستثمار، لسبب بسيط جدا ان الفوائد اللي هتتحسب عليك من الدين ده اعلى بكتير جدا من اي فايدة انت ممكن تتحصل عليها بالاستثمار. فاخلص من القصة دي الأول وبعد كده فكر في موضوع الاستثمار. الحاجة التانية حاجة اسمها emergency fund، ودي حاجة مهمة قوي تفكر فيها. ان انت قبل ما تفكر في قصة الاستثمار لازم تبقى حاطط على جنب اللي يسندك لمدة على الأقل 3 شهور لو حصل أي حوار لا قدر الله، وبقت الفلوس اللي بتجيلك بقى في تعثر انها تجيلك او اتأخرت او ما بقتش تيجي، ما تضمنش الظروف ايه وما تضمنش كل واحد مكتوب له ايه. فاتليست تعرف تسبورت نفسك والناس اللي انت بتسبورتها لمدة 3 شهور. حطيت الفلوس دي على جنب، خلصت الدات بتاع الكريدت كارد او الدين عليك لاي حد او وات ايفر، ابتدي فكر في موضوع الاستثمار. الحاجة التانية اللي اقولها لك ان هو sooner is better than later، لان you cannot cheat the system، ما تقدرش تخدع السيستم، فاهم؟ فالفارق الوحيد اللي هيبقى ما بيني وما بين اي حد هو انت ابتديت تستثمر امتى. الطبيعي كل ما سنك كان اصغر كل ما بقى احسن، لان ده بيديك وقت اكتر، وهي لعبة وقت مش اكتر من كده. دي الحاجة الثالثة. واخر حاجة هقولها لك ان لو سمحت الفلوس اللي هتحطها في الاستثمار ده انساها. فعشان كده بقول لك لازم يبقى عندك emergency fund. يعني ما ينفعش مثلا تبقى انت مثلا حطيت فلوس في البورصة مثلا والاس ام بي 500 وجيت قررت بعد 3-4 سنين لما ربنا كرمك وجات لك الاقامه الدايمه ان انت هتسحب الفلوس دي عشان هتحطها في بيت، لان كده في احتمال ان انت ممكن تخسر. ولو حتى ما خسرتش وطلعت بفلوس كويسه،
انت ضيعت على نفسك فرصة ان الكومباوند انترست اللي هتحصل او الفايدة المركبة اللي هتحصل بعد كام سنة. وفكرة الفايدة المركبة كالتالي، سي مثلا انا حطيت 100 جنيه تمام في البورصه في الاس ام بي 500، ال 100 دي بعد سنه مثلا دي ارقام خزعبليه يعني جابت لي 110 بعد كده تمام. فانا ال 110 دي كلها رحت مستثمرها تاني، فانا استثمرت الفايده نفسها، فساعتها الفايده اللي هتجيلي مش هتبقى على ال 100 جنيه اللي انا حطيتها، هتبقى على ال 110 وبالتراضي، وما باجيش ناحيه الفلوس دي. فكل الديفيدنس وكل الانترست اللي بتجيلي بحطها في الكابيتال اللي بستثمر بيه، فما بتبقاش الفايده ثابته، لا ده الفايده بتزيد كل شويه عشان الكابيتال نفسه بيزيد. وده فكره وارن بافيت اللي هو بيتكلم عليه، والفكره بتاعت الكومباوند انترست عامه ان انت بتحط الفلوس دي وبتنساها، ما بتفكرش فيها قبل 10 15 20 سنه. اللي انا ارشح ان انت ممكن تعمله ان انت بعد ما تخلص الالتزامات اللي اتكلمنا عليها دي تعمل مبلغ شهري بتحطه في الوعاء اللي انت تختاره يعني فاهم، ويبقى بيتحط شهريا، والفلوس دي تبقى عارف ان انت مش هتبص لها تاني لمدة 10 سنين، ده اقل تقدير يعني. وبعد كده ابتدي يفكر في الفلوس دي ان شاء الله تبقى زادت باذن الله، وتبقى عملت نوع من انواع الاستثمار احسن من ان انت لو فضلت حاطط فلوسك في بنك. كده احنا غطينا الثلاث نقط اللي احنا قلنا هنتكلم عليهم. اتمنى ان الفيديو ده يبقى ساعد ناس، خصوصا لو انت يعني من الناس اللي لسه جايه وحاسس ان انت تايه ومش فاهم الدنيا ماشيه ازاي. رايي ان الستوكس والشيرز دي اسهل حاجه واسرع حاجه ممكن تدخل فيها، لانها مش محتاجه كابيتال كبير قوي، وفي نفس الوقت هتتعلم حاجات وانت بتموف فورورد في القصه دي. حاجتين اخرانيين حابب اختم بيهم، ان لو فكرت وقررت ان القصه دي انت عايز تعملها، في حاجه مهمه قوي لازم تفكر فيها، ان في حاجه هنا التاكس هنا او الضرايب هنا عاليه جدا، اقل حاجه 25%، لكن في الغالب الناس بتدفع في حدود 40% على حسب دخلك، تبقى شرايح مختلفه. وفي حاجه اسمها الكابيتال جين تاكس، فانت لو حطيت مبلغ معين والمبلغ ده زاد بالوقت لازم بيبقى عليه ضريبه تانية غير ضريبه الدخل بتاعك، ودي اسمها الكابيتال جين تاكس. لكن في طريقه ممكن تعملها بحيث ان هي طريقه ليجل 100%، بحيث ان الفلوس اللي انت بتكسبها من الاسهم والسندات وكل الكلام ده ما يبقاش عليها تاكس. وده هيبقى عنوان لفيديو جاي هنتكلم فيه الحسابات اللي ممكن تفتحها هنا في انجلترا ما بيبقاش عليها الكابيتال جين ده. الحاجه الاخيره اللي عايز اكلمك فيها ان الفيديو ده لو فادك اتمنى ان تشيره مع الناس. عايزه رأي حد خاض التجربة دي وشاف إذا كان الموضوع مجدي ولا الموضوع مش مجدي، أو مش عارفة تبدأ من فين، أو مش عارفة تختار إيه البورتل أو إيه البروكر اللي ممكن يتعاملوا معاه عشان يبتدوا قصة زي كده. خليك فاكر إن sooner is better than later، لأن هي اللعبة في الموضوع ده كله لعبة تايم. دي نهاية الفيديو بتاعنا. Thank you very much for watching، وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم.